في نصيحة سمعتها زمان: لا تكن إنسان يكرر أخطائه. والحقيقة إن النصيحة دي غالية جدا عليا. هي دي المرة الكام اللي تقعدي فيها قدام دكتور دايت، تطلعي على الميزان وتاخدي نظام وتروحي وتحاولي تطبقيه، ويا صابت يا خابت. والحقيقة إن مش ده اللي المفروض يحصل. تعالوا نتعلم إيه اللي المفروض يحصل في أول زيارة لدكتور الدايت. السمنة نوع من أنواع سوء التغذية، بتحصل لما نسبة الدهون تزيد عن نسبة معينة من جسمك، وده اللي المفروض الدكتور بيعمله في جهاز الانبادي، الجهاز اللي بيوضح نسبة المية، نسبة الدهون، نسبة العضل اللي موجودة جوه جسمك. وكمان بيستخدم مؤشر كتلة الجسم، الوزن على مربع الطول، واللي بيطلع فيه سكيل بيتم تحديد نسبة السمنة اللي عندك من 20 ل 45. ما هو كل مرحلة ولها اسلوب علاجها. المفاجأة بقى انك مش محتاجة نظام غذائي والسلام. الدكتور لازم يعرف ايه السبب اللي وصلك للسمنة. يعني هل السبب عادات غذائية غلط؟ يعني بتاكلي اكتر من سعراتك، بتاخدي سعرات اقل من سعراتك فمدخله جسمك في مرحله المجاعه، ولا انت حياتك ما فيهاش اي نوع من انواع الحركه وده بيسبب لك السمنه، ولا السمنه سببها مشكله مرضيه زي الانيميا، نقص فيتامين دي، مقاومه الانسولين، مشكله في الغده الدرقيه. الحاجات دي كلها بتؤدي الى السمنه. سيبك بقى من اي حاجه انت بتقريها وتعالي ركزي معايا. يعني ايه مقاومه انسولين؟ مقاومه انسولين بتبقى موجوده في اكتر من 90% من الحالات اللي بتقعد قدامي في العياده، وللاسف ما بكونش اول دكتور دايت في حياتهم. مقاومه الانسولين هي السبب الرئيسي للسمنه، هي السبب الرئيسي لمرض السكر من النوع الثاني. مريض مقاومه الانسولين بيشم الهواء يتخن، مريض مقاومه الانسولين بيقعد شهور عشان يخس وبيرجع بعد اول وجبه فري، مريض مقاومه الانسولين عنده دهون متمركزه في منطقه البطن بتسمى بكرش الدب، مريض مقاومه الانسولين عنده تصبغات في منطقه الرقبه، وفي السيدات بيكون عندها مصاحب ليها مرض تكيس المبايض في بعض الحالات. مريض مقاومه الانسولين ببساطه هو ان جسمك مبقاش عارف يتعامل مع النشويات فبدا يخزنها في صوره دهون، والدهون دي بتبقى موجوده في منطقه البطن ومنطقه الذراعين. علشان كده محيط الخصر واحد من اهم الحاجات اللي انت لازم تهتمي بيها. لو حضرتك سيده ومحيط خصرك اكتر من 80، او راجل ومحيط خصرك اكتر من 94، فده ناقوس خطر بيقولك انك احتمال تكون مصاب باسوا انواع السمنه، وهي السمنه الموضعيه اللي موجوده في منطقه البطن. التحليل اللي انت محتاجه علشان تعرف انت مريض مقاومه انسولين ولا لا اسمه هوما اي ار، وبيتم وانت صايم 8 ساعات. مريض مقاومه الانسولين لازم تعرف ان علاجك مش نظام والسلام، انت لازم تمشي على نظام غذائي موصوف ليك، نظام غذائي معمول علشانك. وللأسف هنا تخلص حلقتنا، لكن للحديث بقية. هنتكلم في الحلقة الجاية عن الأنظمة الغذائية. تابعونا.